السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة محمد عصام صوصة. هنتكلم النهاردة برضو في موضوع الأسعار كالعادة. بعد ما اتكلمنا في موضوع البامبرز وموضوع البيض، هنتكلم النهاردة بقى في الفراخ اللي هي أساس الحياة في مصر يعتبر. النهاردة كيلو الفراخ البلدي ب110 الفرخة البلدي الكيلو فيها 110 و95 جنيه الفراخ البيضة. كيلو البانيه في السوق الشعبي ب200 جنيه. كارفور امبارح سجل اعلى بانيه في الدنيا ب 240 جنيه الكيلو، في الاسواق الشعبيه ب 200 جنيه الكيلو. يرضي مين ده يا ربي؟ احنا بس عايزين حد ايه ياخد ويدي معانا. يرضي مين ده؟ لما انا اجيب فرخه ب 170 جنيه كيلو ونص مثلا او كيلو 600، اقسم بالله العظيم لا بقى ليها طعم ولا ليها ريحه ولا اساسا بقينا ناكلها كده، يعني نحس ان احنا بناكل فراخ. ما تفهمش فيه ايه، غاليه مش حلوه. وانا مش عارف ايه الاسعار هتفضل تطلع كده لحد امتى؟ يعني الاسعار في الطالع، احنا هنعمل ايه؟ ده احنا اللي هنطلع لها فوق عند ربنا. انا مش فاهم. عشان نجيب كيلو نص بانيه مثلا ادفع في نص بانيه 100 جنيه، اللي كنا بنجيبه كده ب 20 جنيه وب 30 جنيه وبناكله مع شويه مكرونه. كان المصريين بيتريقوا اي اكله اعملي اي حاجه اعملي مكرونه وبانيه. دلوقتي احنا مش عارفين نجيب البانيه. الفراخ البيضة اللي كنا بنعملها كده في التتبيلة ونرميها عشان نشويها بقت ب95 الكيلو، اللي هي ملهاش طعم ولا ريحة أصلا، اللي هي محقونة ومضروب بقى فيها حقن ومضروب فيها مية قد كده. مش عارفين نعمل إيه. أقسم بالله ما عارفين نعمل إيه. لا بقى في رقابة ولا في حد مسؤول بيتكلم عن أسعار ولا أي حاجة. بقت الحياة بزراميط. مش بعيد الفرخة هتوصل بعد كده 250 جنيه 300 جنيه في رمضان. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يا عم صاحب المزرعه، يا عم التاجر، هتقول لي العلف ناقص، هتقول لي زفت. يا عم شغل الشباب واعملوا علف، اعملوا قمح، ازرعوا يا جدعان. عندنا الصحراء مليانه، ما تعملوا اي حاجه. انا مش فاهم هنفضل كده لحد امتى؟ المفروض ان احنا لازم ناكل. يعني دلوقتي احنا عندك لو هنقول مقاطعه وهنقاطع الفراخ وهنقاطع مش عارف ايه، احنا هنقاطع كل حاجه. طب هنقاطع الفراخ، واحده مراته حامل، البيبي بينزل من هنا بيتحط ايه في بطنها؟ فرخه شمرت من هنا، فلازم نجيب لها فرخه. لما بنت صغيره تبقى عيانه مثلا وعايزين نعملها شويه خضار، شوربه خضار ولا لسان عصفور مع حته فرخه بلدي عشان تتقول زي ما بيقولوا ايه وتفوق. لما بنتك ولا ابنك يقول لك ايه بابا انا عايز اكل كوكو، غصب عنك هتضطر تجيب له فرخه، وهتنزل ان شاء الله هتستلف عشان تجيب له فرخه. فهي ماشي احنا معاكم في المقاطعه، وانا من اوائل الناس اللي قلت مقاطعه. بس لما بنقاطع كده السمك بقى ب60 جنيه و70 جنيه البلطي المعفن اللي كان ما بيتاكلش. اللحمه بقت ب 280 جنيه وهتوصل 300 جنيه قريب. احنا هنقاطع ايه ولا ايه؟ العدس غلي والفول غلي والزيت غلي والبطاطس غليت، كل حاجه غليت. انا مش لاقي لها حل. هتقولوا لي دي ازمه عالميه وازمه اقتصاديه وازمه مش عارف زعبوليه. احنا طب الحل ايه؟ حد يقول لنا الحل ايه؟ يا جدعان في ناس تقدر تجيب وفي ناس تانية مش قادره. اقسم بالله تجيب ربع كيلو بانيه. اقسم بالله الناس في السوق ماشيه بتكلم نفسها. الناس بقى عليها غضب ربنا. عارف ان احنا عملنا اعمال سودة وكلنا عاملين سيئات وعاملين ذنوب قد كده، وعارف ان دوت بيبقى عقاب من ربنا، وعارف ان ده من علامات الساعة الغلا. فاحنا مش عارفين نقول ايه تاني، مش عارفين نعمل ايه تاني. اللهم ارفع عنا الغلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلاء. لو عجبك الفيديو تنساش باللايك بالله عليكم، دعما لاخوكم يعني، واعمل لنا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.